الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة يا شباب، الذكاء الاصطناعي حرفيًا راح يخرج عن السيطرة. إحنا اللي عبّالنا الذكاء الاصطناعي هذا الشيء الغبي المتخلف اللي إذا أي واحد أسمر بالنسبة له أوباما، إلى شيء حرفيًا متطور بشكل غير طبيعي، ومو بس مثلًا الجهات معينة أو دول أو حكومات أو لأ، لعامة الناس. حرفيًا هاي التقنيات لعامة الناس، حرفيًا تقدر تبحث مثلًا بChat GPT عن منيو مطعم كنتاكي أو منيو مطعم مشاوي، يعطيك المنيو. تريد السعرات يعطيك السعرات، تريد الوصفة يعطيك الوصفة من كيسه حرفيًا. ويقدر يكتب لك تقرير، يقدر يكتب لك CV، يقدر يكتب لك أي شيء، حرفيًا يقدر يكتب لك أي شيء أنت تريده. Chat GPT وغيره من المواقع، واكو مواقع تسوي لك صور من الصفر. ولما الواحد اللي ما يعرف بالإنترنت وما يعرف سالفة الذكاء الاصطناعي لما يشوف الصور يقول هاي حقيقة. وحتى البرنامج ادوبي فوتوشوب دخل هذا الشيء وسواه بالنسخة التجريبية، والصراحة النتائج كلش حلوة. ملزلز مسوي مقطع كامل وهواي ناس يعني، بس ملزلز هو اشهر واحد مسوي مقطع عليه. وفوق هذا كله يا عزيزي المشاهد، حرفيا تقدر بالذكاء الاصطناعي تفبرك هواي ضمنه. يمكن يستعمل للسيء ويمكن يستعمل للجيد، بس طبعا الناس تستعمله للميمز ولصناعة المحتوى لحد الآن يعني. وكل ناس فبركة يعني، بس هذول يعني يمكن 1 بالألف 1 بالمليون كمان يعني. وهذا كان الفيديو. في مان دعم.